أهلا بيكم معايا. أنا سلوى، وده بودكاست نقطة ومن أول السطر، ولسه مكملة معاكم سلسلة مواقف يومية. وحلقة النهاردة بعنوان الدرج الأول على إيدك اليمين وإنت داخل المطبخ. يوم عادي جدا زي أي يوم، ببدأ اليوم أحيانا قبل الشمس ما تطلع، والروتين هو تقريبا. كل اللي بحلم بيه أول ما أقوم من النوم هو إني أشرب كوباية شاي وأسمع صوت الصمت بس علشان أوصل للحظة دي باخد على الأقل 2 3 4، وساعتها بيتوه صوت الصمت وسط أصوات الزحمة والدوشة والمهام اللي ما بتخلصش. والأهم من كل دول الأصوات اللي في دماغي، واللي صوتها أعلى من كل أصوات الدوشة اللي حواليا. 100 فكرة وسؤال، وكل إجابة لكل سؤال بتكون سؤال جديد. حاجة كده لا ليها بداية ولا نهاية. بس برضو بحاول أشرب كوباية الشاي، وطبعا جنبها ساندويتش، وأكيد بزود فيه الملح، ونص معلقة السكر اللي في كوباية الشاي هي كمان بدل نص معلقة بقت معلقة. ويوم ورا يوم كل ما صوت الصمت بيتوه وسط أصوات الزحمة والدوشة، كل ما السكر اللي في كوباية الشاي والملح اللي في الساندويتشات بيزيد. الغريبة إني ما ببقاش جعانة معظم الوقت، أنا باكل وبس، ما بستطعمش أي حاجة. كل اللي ببقى حاسة بطعمه هو طعم السكر والملح. والسؤال اللي مش عارفاه له إجابة لغاية دلوقتي هو أنا ليه بزود السكر مع إني مش بحب طعمه قوي؟ الملح بحبه بس ليه بزوده للدرجة دي؟ مش عارفة. ومع الوقت ما بقاش كفاية الشاي والسندوتشات، وهنا بدأت حكاية الدرج اللي في المطبخ. الدرج ده مخصص للحلويات، بسكوت، شوكولاتة، وفوقه ضلفة فيها لب، سوداني، فشار، أي حاجة سهلة تتاكل. وبقى سهل جدا فتح الدرج ده. كل ما الزحمة والدوشة تزيد والأفكار والأسئلة، كل ما القلق يزيد، كل ما الدرج يتفتح. وكل ما الدرج يتفتح كل ما الألم يزيد والندم. وافضل كده في الدايرة دي فترة، وبعدين أفوق وارجع أقول لنفسي لأ، لازم أقف، لازم أتغير، لازم ألاقي حاجة تشغلني علشان أبطل شاي وسندوتشات، علشان أبطل أفتح الدرج. بس أنا مشغولة، ومشغولة جدا كمان، بس مشغولة بغيري. يمكن ده السبب، يمكن لأني طول الوقت مشغولة باللي حواليا، واهتمامي بيهم وبحياتهم خلاني استكتر على نفسي إني أنشغل بحاجة ليا أنا عارفة ومتأكدة من جوايا إني مش متضايقة من انشغالي واهتمامي باللي حواليا إطلاقا، بس يمكن مش مبسوطة من إن مفيش حاجة ليا أنا وبس. ويمكن لأني بحس طول الوقت إن دي أنانية، فبحاول أبعد الفكرة دي عن دماغي ومفكرش فيها تاني، وارجع تاني للشاي والسندوتشات والدرج، ولف وادور في نفس الدايرة، وقف تاني واسأل نفسي تاني، وابعد الفكرة عن دماغي تاني وتالت ورابع. بس كفاية، ده مش الحل، أكيد مش ده الحل. علشان أخرج من الدايرة دي لازم أواجه نفسي بجد وأعرف ليه فكرة إني أكون مشغولة بحاجة ليا أنا بجانب انشغالي باللي حواليا أنانية. ليه بشوف الفكرة دي أنانية؟ يمكن لأني بقالي سنين في نفس الدايرة، يمكن لأن الظروف ما سمحتليش إني ألاقي البديل، يمكن لأني ما لقيتش حد يساعدني، أو يمكن لأني في كل مرة بحاول ألاقي الحاجة اللي انشغل بيها وتكون ليا أنا، لا إما ما بلاقيهاش، لا إما بخاف ألاقيها وبحس إن ده مش وقتي. طب إمتى وقتي؟ وليه أساساً لازم يكون في وقت محدد؟ كتير جدا من الأمهات بتقضي حياتها كلها تأجيل ورا تأجيل، اعتقادا منها إن الوقت مش مناسب. استني شوية، الأولاد محتاجلك، مستعجلة ليه بس؟ بكرة هيكبروا هتعملي كل اللي نفسك فيه. لحظة واحدة، بكرة هيكبروا، طيب وأنا؟ ما أنا كمان هكبر.
هم هيكبروا ويعتمدوا على نفسهم ومش هيبقوا محتاجين لي، وهيبقى عندهم حياتهم اللي هينشغلوا بيها. وأنا هكبر بعد ما نسيت نفسي وما بقاش عندي حياة غيرهم، وبعد ما كنت مشغولة بيهم طول الوقت هبقى شغلاهم بيا، ويمكن كمان أبقى عبء عليهم. معقول؟ أكيد. طب إزاي؟ بس ده إحساس صعب جدا، أنا ما أقدرش عليه. لا، مش ممكن. أنا من زمان عارفة ومجهزة نفسي إنهم هيكبروا وهتكون لهم حياة منفصلة، يعني مش هتفاجئ لما يسيبوني ويعيشوا حياتهم، بالعكس دي سنة الحياة. يمكن ده صح بالنسبة لك انتي، لكن بالنسبة لهم هم هيبقوا شايفين الموضوع مختلف. حقيقي هيعيشوا حياتهم، بس دايما هيبقوا حاملين همك، دايما حاسين انهم محتاجين يعوضوكي. ايوه، بس ده بر، حب، شعور طبيعي من الأولاد تجاه أمهاتهم. الكلام ده يكون صح لما يكونوا مطمنين عليكي، يعني شايفينك عايشة ومشغولة في حاجة بتهمك، وقتك مليان، يعني مش يومك كله بيدور حواليهم من ساعة ما بتصحي، مكالمات ورسايل. صباح الخير، ازيكم يا حبايبي؟ ألو، فطرت يا حبيبي ورايح الشغل؟ خلي بالك من نفسك يا قلبي. ألو، وصلت يا حبيبي بالسلامة؟ ربنا يوفقك يا ابني يا رب. ألو، ازيك يا حبيبتي؟ عاملة ايه يا بنتي؟ جوزك رجع بالسلامة؟ الأولاد عملوا ايه في الامتحانات؟ ربنا يوفقهم يا رب ونفرح بيهم. حتى في يوم الأجازة أنا عملت لكم كل الأكل اللي بتحبوه ومستنياكم يا حبايبي. ألو، انت فين يا حبيبي؟ مش بترد ليه؟ بقالي كتير بكلمك وما بتردش عليا، قلقتني عليك. طمني يا ابني. بقالي كتير بكلمك. كتير دي يعني ساعة 2 بالكتير. ما انتي خلاص بقيتي فاضية، مفيش حاجة وراكي، وقتك كله تفكير فيهم. أنا عارفة ومتأكدة إن اللي هيختلفوا معايا في الموضوع ده أكتر بكتير جدا من اللي هيتفقوا، بس معلش، لو إن كل أم فكرت شوية هتعرف إن دورها كأم لا يتعارض إطلاقا مع دورها كإنسانة. لازم ندي كل حاجة حقها. يعني الطفل من أول يوم محتاج كل وقتك ومجهودك وحبك واهتمامك، ومع الوقت الاحتياج ده بيقل، اعتماده عليكي بيقل، ودي وظيفة كل أم، إنها تخلي أولادها يعتمدوا على نفسهم وتشجعهم على كده. ده الطبيعي، وده عمره ما هيقلل حبهم ولا قيمتك عندهم، بالعكس. في حوالينا أمثلة كتير جدا لأمهات نجحوا في التوازن ده، بس لسه في أمهات تايهة. أحيانا لازم نشوف النهاية الأول علشان نعرف نبدأ صح. لكل أم فكري كده واسألي نفسك، يا ترى في حاجة بتعمليها دايما وانتي مش مبسوطة منها ولا محتاجة لها؟ زي الأكل، النوم، بتاكلي زيادة أو بتنامي زيادة، أو العكس، أو أي حاجة تانية. بتضحكي بزيادة، حاسة بالألم بزيادة، بتندمي على حاجات فاتت ومش هينفع تغيريها بزيادة علشان تهربي وتملي الفراغ اللي جواكي واللي بيزيد مع الوقت. فكري، ولو الإجابة كانت يبقى لازم تقفي مع نفسك. مش مهم فات قد إيه، المهم هتعملي إيه في اللي جاي. ليا صديقة عزيزة قوي على قلبي قالت لي دوري على حاجة تشغلك، حاجة بتحبي بجد تعمليها، هتغير حياتك. والحقيقة أنا كنت في أشد الاحتياج للنصيحة دي وعملت بيها. شكرا يا سحر على النصيحة الغالية. الحاجة دي مش لازم تكون شغل، ممكن تكون هواية، ممكن تتعلمي حاجة جديدة، ممكن تكون فرصة جديدة للتواصل مع الأهل والأصحاب اللي الحياة بعدتنا عنهم. ممكن وقتك ده يكون مفيد بجد لحد محتاج له. وابدأي بالأقرب، الأهل، الأصحاب، الجيران، الجمعيات الخيرية مثلا. أكيد هتلاقي حاجة بتحبيها تشغل وقتك وتكون مفيدة ليكي ولغيرك. احتياج أولادنا وحبهم لينا هيفضل طول العمر، بس شكل الاحتياج ده هو اللي بيتغير مع الوقت.
واحتياجنا ليهم وحبنا ليهم خارج حدود الوقت والمكان والظروف. وبعد سنين طويلة عرفت إن اهتمامنا بنفسنا نابع من حبنا واهتمامنا بيهم ورغبتنا إننا دايما نطمنهم علينا علشان ما يبقوش حاملين همنا، خاصة لو كان عندنا القدرة دي. أنا عن نفسي بطلت السكر وقفلت الدرج وقللت المهام وبحاول أقلل الملح والسندوتشات، وأخيرا بقيت بسمع صوت الصمت وبدأت أدور على الحاجة اللي تملى الفراغ اللي جوايا بجد وتسعدني. وأتمنى إن كل أم زيي تبدأ، مش مهم وصلت لفين، المهم تبدأي وأكيد هتقدري وتلاقي الحاجة اللي تملى الفراغ اللي جواكي وتسعدك. ونقطة ومن أول السطر. كنت معاكم أنا سلوى، وده بودكاست نقطة ومن أول السطر.